انت شفت المباراه ازاي؟ من اول تفكير الراجل نفسه في الملعب اللي بان من طريقه اللعب، اللي بان من التشكيله. طيب انا عايز طبعا ابدا بنبارك طبعا لعيبه النادي الاهلي ومجلس الاداره وكل الاجهزه. بدايه كويسه طبعا لتروب، بدايه موفقه لمجلس الاداره، اول بطوله بعد الانتخابات. البطوله كانت مهمه جدا يا ابراهيم للنادي الاهلي. النادي الاهلي ما كانش بادئ احسن حاجه، يعني بطوله كاس العالم للانديه والخروج، وبعد كده اقسم بالله عينك مليانه ضحك وعايز تقول حاجه. لا لا عايز والله تقول لي حاجه؟ لا لا والله. طب يلا. ف بطوله مهمه جدا للنادي الاهلي. لعيبه يعني اثبتت ان هي لعيبه رجاله، لعيبه رجاله علشان الضغوطات اللي اتحطوا فيها. بيعملوا ماتشين كويس. يستحقوا اللقب نمره 16 خلال 23 بطوله، وده رقم كبير جدا ان انت تكسب كاس سوبر 16 بطوله من 23. فبجد الواحد النهارده فرحان ان من رده فعل اللعيبه الفتره الاخيره، ويمكن حتى التعادل مع المصري المباراه الاخيره الواحد ما كانش متضايق، رغم ان كان في ناس زعلانه ازاي وكده، ولكن انت لما بتلعب يا ابراهيم وبتأدي وبتروح وبتحس ان في شغل مدرب على الصعيد الهجومي وعلى الصعيد الدفاعي بيتحسن بشكل كبير، اللي كان فيه مشاكل، فلازم تشاور وتقول ان الدنيا بتتحسن. ودوت بان وظهر حتى في بطوله كاس السوبر. ماشي. فبالتالي اللعيبه دافعت عن اساميها، ودافعت عن الكيان، ودافعت عن التيشيرت اللي لابساه، وبالتالي كان وضع طبيعي النادي الاهلي الاحق بفوز ببطوله كاس السوبر. بنقول هارد لك لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، هارد لك لشيكا طبعا. نادي الزمالك نادي كبير طبعا، ياما كسب بطولات ولسه ياما هيكسب بطولات، ولكن انا شايف ان تروب اضافه كبيره جدا يا ابراهيم والله طبعا طبعا. واتكلمنا هتعتمد خلاص؟ طبعا. يعني اخد الخيط؟ طبعا من قبل ما يسافر كمان، ولكن البطوله زي دي هو الراجل ما كملش اهو 4 اسابيع ان انت بتكسب اول بطوله. الراجل حتى الراجل فرحان، الراجل بيعرف يضحك. الراجل بيكاتشن على الخط، بيعمل الراجل يعني لازم لعيبته حباه، يعني عارف انت حتى وهو بيسقف بيضحك فرحان، يعني انت عارف مش ريبيرو، مش صاحبك اللي كان بيبقى واقف انت مش عارف هو واقف عامل كده، انت مش عارف هو فرحان ولا زعلان ولا وضعه ايه يعني. صحيح. فبجد يعني مبروك للنادي الاهلي. يعني ده على الاهلي. الزمالك انا هاخد من كلام كابتن بركات بس مدرب النادي الاهلي. انا عجبني قوي يا ابراهيم اللي هو بدا الماتش كده. ليه؟ الراجل ده مذاكر كويس واتفرج على ماتش القمه الاخير بشكل كبير جدا والله. لان الزمالك احنا بدانا الماتش القمه اللي قبل ده، بدانا احنا اللي بنضغط على النادي الاهلي. مظبوط. والنادي الاهلي هو اللي رجع وساب لنا الكوره. ايوه مظبوط. جبنا جون وضيعنا كورتين بعده. حصل. النهارده الراجل بيعمل العكس. يبقى الراجل ده مذاكر كويس، بيضغطك من اول دقيقه من قدام. هو خلاص عارف المشكله فين. ما سابلكش الكوره وطلع يقابلك من قدام. كان بيحاول يغلطك في المساحات الواسعه. انت بتحاول تطلع بالكوره. الزمالك وهو بيطلع بالكوره بيطلع على مساحات واسعه قوي، يعني احتماليه الخطا مع الضغط الكبير اللي الاهلي بيضغطه. انا قلت في غلطه هتحصل ابراهيم. في الثلث الاخير الكوره الوحيده او كورتين الوحيده اللي احنا قدرنا نخرج بيهم لما عبد الله سعيد نزل. لما عبد الله نزل واحنا بنحضر يعني. احنا ما عندناش السكواد بتاعنا. انا قلت يا ابراهيم قبل كده اللي احنا عندنا مشاكل كتير قوي. مش مشكلتنا فلوس بس يا ابراهيم. مشكله الزمالك مش فلوس بس. امال ايه؟ انت لما جبت اللعيبه الجداد بتوع نادي الزمالك جبتهم قبل مشكله الارض ولا بعد مشكله الارض؟ قبل. يبقى احنا عندنا مشكله في الاختيارات. انت منطقي وعملي جدا في كلامك يا شيخ. عندنا مشكله يعني ما انتش بتتكلم كلام عاطفي، بتتكلم كلام كوره. كلام كوره وعايز الزمالك يبقى احسن فريق في الدنيا. احنا عندنا مشكله في الاختيارات. وده اللي انا قلته قبل كده، اللي احنا الفرقه معموله غلط. ده مش عيب على فكره. مش معناه اللي انا بقول لك كده يبقى انا ضدك او ضد يمين. لا خالص. تعالى نصوب. انا مش ضد حد. تعالى نشوف هنعمل ايه الفتره الجايه دي. احنا في يناير لازم يا ابراهيم نختار صح. نختار ناس تقدر تلبس تيشيرت نادي الزمالك. بس في ناس بتلعب ما تستحقش تلبس تيشيرت نادي الزمالك يا ابراهيم. في ناس ما تستحقش تلبس تيشيرت نادي الزمالك. جماهير الزمالك زعلانه النهارده من بعض اللاعبين. طبعا عندهم حق. عندهم حق.